احنا الحمد لله الاهلي متصدر المجموعه برصيد 7 نقاط، رونالدو بايرتس برصيد 5، شباب بلوزداد ب3 بونت. فطبعا شباب بلوزداد عايز يكسب، ده اكيد يعني عايز يكسب عشان يرجع الامل المنافسه اللي هو يصعد كتاني مثلا. فهو طبعا عايز يكسب، عايز ياخد ال3 بونت باي حاجه، يعني لو اخد 3 بونت هيبقى 6 بونت، هيبقى التاني ورا النادي الاهلي، فهيبقى ماتش صعب وماتش فيه احتمالات كتير. يعني انا محتار كولر هيعمل ايه. انا مش عارف كولر هيقدم ايه في التشكيله، هيألف يعمل ايه. يعني انا مش عارف، انا بصراحه انا مش عارف اتوقع التشكيله. يعني كل تشكيله كولر بيحط مفاجاه شكل، بيحط لاعب شكل. فانا مش قادر اتوقعها. يعني انا كل اللي انا عارفه ان انا لازم امن نص ملعبي. طب نص ملعبي هتلعب بمين؟ باكرم ومروان؟ طب الجبهه اليمنى هتعمل فيها ايه؟ وفي ظل ان انت مش عارف عمر كمال هو عبد الواحد هو فين، هل هيلعب ولا لا؟ كان مستبعد الماتش اللي فات. طب هل ظروفه ايه؟ هل مصاب؟ انت مفيش صوره واضحه بالنسبه لك بالنسبه لعمر كمال، فهيلعب ولا لا؟ انا مش عارف. طب افرض مثلا